انا وانا رايح السماء اخد معايا ايه؟ الطريق للسماء المفروض اخد معايا ايه؟ اهم حاجة، لان دي اللي هتسند عليها طول السكة في كل اللي هيقابلني، هي الايمان. الايمان، لانه بدون ايمان لا يمكن ارضائه. في آية بتقول كده عن الايمان، بدون الايمان بربنا لا يمكن ارضائه. احنا نمشي مع بعض سكة طويلة بقى، يعني 60 سنة. لو الإيمان ده مش موجود أنت هتخور في الطريق، لأن قلت لك إنك عندك عدو بيحاربك بالتشكيك في صلاتك، بالتشكيك في الوصول، بالتشكيك في الله ذاته. الإيمان هو العكاز اللي أنت هتمشي بيه. وحكيت لكم حكاية الرهبان الأحباش لما كانوا بيطلعوا من الحبشة لغاية القدس، عارف ان الطريق فيه تعابين، ولو قرب من النيل فيه تماسيح ممكن تكون نايمه في وسط الطينه وهو مش شايفها وممكن يدوس عليها، والتمساح لو قام هيجيبه وياكله. عارف، لكن ما كانش عنده، ده كان نادر كده عند الرهبان بعد ما يقضوا فتره طويله في الرهبنه في الحبشه انه ينهي حياته في القدس. عاوز ينهي حياته في القدس في اورشليم، فكانوا يعمل ايه؟ يمشي. طب ده في تعابين، واخد معاك مصل فاكسين، طب خد التطعيم قبل ما تروح يعني احتياطيا. يعني احنا عندنا بيسافر السودان، جنوب السودان بيديله مصل ضد الكوليرا ومصل ضد الحمى الصفراء والحمى الخضراء و100 مصل بناخده. طب انت يعني ايه؟ طب خد معاك فلوس يا اخي. امال واخد معاك ايه؟ واخد معايا ربنا نفسه، وعندي ايمان انه قادر على كل شيء وهيوصلني للحته اللي انا رايحها.